قال قل اللهم اهدني وسددني، وفي رواية قال قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وهذه دعوة عظيمة مهمة مختصرة، يجدر بالمسلم أن يكون ذا عناية عظيمة بها، وتتأكد في أحوال يكون فيها المرء تلتبس عليه بعض الأمور، تشتبه عليه ويتحير فيها، أو يخفى عليه الحق فيها، أو يخشى أن يكون نشأ فيها على بدعة وعلى مخالفة للسنة، ويسمع الناس يقولون هذا خطأ من أعمال هو يباشرها. عليه بهذه الدعوة، عليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، يكثر منها، سيرى النور بإذن الله، وسيفتح الله على قلبه، وسيهيئ له من أبواب التوفيق والصلاح والسعادة ما لا يحتسب. عليه بهذه الدعوة، لا يحرم نفسه من هذا الدعاء العظيم إذا وجد نفسه في حيرة أو اشتبهت عليه بعض الأمور، أو نشأ على بدع في مجتمعه ثم تبين له، بدأ يسمع أن هذه بدعة وهذه مخالفات للسنة. عليه أن يقبل على هذا الدعاء، يقبل على الله سبحانه وتعالى، يكرر اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، يجعل أمره لله، يرجو الله سبحانه وتعالى صادقا مع الله، فسيهيئ له رب العالمين من أسباب الهداية والسداد والتوفيق ما لا يحتسبه العبد. والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول إن ربي لسميع الدعاء. نعم.